الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده سندوتش لذيذ جدا. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا معلقه زيت على زبده وفيهم فصين نسيته. هنزل كده بصدور الفراخ متقطعه شرايح رفيعه، تاخد عندي سلمه، احط عليها شويه فلفل اسود وشويه بابريكا مدخنه. الفراخ عندي تقريبا دخلت في السوا، هنشيلها من الطاسه. مجهزه بصل مقطعاه شرايح رفيعه عليه رشه فلفل اسود، هنزل بيهم كده لحد ما يتكرملوا معايا. البصل ابتدى يدبل عندي وياخد لون، هنزل بفصين توم مفرومين يتشوحوا كده مع بعض وريحتهم تطلع. وكمان هحط مشروم وانزل بالفلفل سواء رومي او حامي المتاح بالنسبه لك او حسب اختيارك. يتقلبوا كده مع بعض. عايزه اقول لكم الروايح تحفه. هبتدي ارجع بالفراخ عشان كل حاجه تكمل سواها مع بعض. هحط بقى المنكهات بتاعتي سهله خالص، ملح حسب الرغبه وفلفل اسود وبابريكا مدخنه وكمان رشه جوز الطيب ورشه كبابه سمين اللي هو البهار الحلو. اخر حاجه هنزل بيها معلقه كبيره وصوص صوص او صويا صوص المتاح بالنسبه لي، دي حاجه اختياريه لو مش موجوده مفيش مشكله. ههدي عليها النار بقى تكمل سواها، وبعد كده هحط على وشها جبنه بس لما الفراخ عندي تستوي. هسيبها 5 دقايق بس تكمل سوا. عندي كده هنزل بقى بالجبنه سواء موتزاريلا او شيدر، انا هحط الاثنين. هغطيها بس 5 دقايق لحد الجبنه ما تسيح. وفي الاثناء دي حاطه طاسه على النار فيها معلقه زبده وبحمص العيش بالطريقه دي، هيبقى تحفه. وكمان عامله صوص، معلش الخطوه دي ما تصوريش، كنت حاطه مايونيز وكاتشب ومستردة ومعلقه عسل. انا حطيت كده الساندوتش الصوص اللي انا قلت لكم عليه. هبتدي بقى اغرف. عايزه اقول لكم بتهيألي يعني الصوره بتتكلم عن نفسها، الطعم والريحه حكايه. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.